السلام عليكم يا رجاله، ازيكم عاملين ايه؟ بالنسبه لحوار ازاي تحل في ورقه الامتحان او ازاي تحل اخر السنه، مبدئيا بس عشان في سؤال اكتشفت ان هو بيتكرر كتير، الا وهو ان امتحانات اخر السنه صعبه. حبيت اقول لك يعني عموما، وخدها مني امتحانات يا اسطى اخر السنه بتبقى متوسطه، وفي كام سؤال بس محتاج تركيز، جبته وما جبتوش عادي، بس ده يعني اللي بيفرق حد عن حد. بس بسيطة. الناس بقى هتخش دلوقتي في التعليقات، دفعات سنين سابقة أو أدي أو أي حاجة، لا الامتحان كان كذا 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 والامتحان كان فيه كذا كذا كذا، وأنت كذاب وأنت مدلس وأنت غشاش وأنت وأنا والحديد التانى. ده كله هري. الامتحان بيبقى مستوى متوسط يا اسطى، تعرف تحل عادي. هتقول لي امال ايه اللي بيخلي العيال ما تعرفش تحل؟ اللي بيخلي العيال ما تعرفش تحل حاجات كتير قوي، منها توتر اللجنه. هتقول لي ازاي اقضي على توتر اللجنه؟ هقول لك ما تتوترش. انا في امتحان العربي كان في حصل قلبان عندنا في اللجنه كده، فالمراقب جه قعد جنبي. كنت كل ما اخلص سؤال ابص له واقول له منور، هو بيقول لي بنورك. كنا بنقلش يعني، فالدنيا كانت جميله. ممكن واحد غيري يحصل مثلا يخش في الموقف ده يقعد يتوتر ويقول لك انا مش عارف احل، والمراقب ضيع مستقبلي والحوارات دي. فانا بقول لك خليك ملائم للظروف، واهم حاجه ما تتخانقش مع المراقب. يعني مثلا وانت داخل اللجنه برضو في حوارات، اللي هو بيقول لك التحرش ده شايف هو بيحسس عليا مش عارف راح فين. مبدئيا اللي بيفتش الولاد رجاله عادي، واللي بيفتش البنات ستات عادي، فالدنيا امان. وامتحان اخر السنه بيبقى في شهر 7 يعني لو واخد بالك، وفي اواخر 6، فالدنيا بتبقى ولع نار. فابقى حرص من ان مفيش مراوح في اللجان. احنا ما كانش عندنا مروحه، كنت انا جبت مروحه كده، كنت مصور فيديو على الحوار ده. كنت جبت مروحه والمروحه باظت تاني امتحان، فكنت عايش على المروحه اللي قدامي جايبها، كنت عايش عليها حرفيا عشان مروحتي باظت تاني امتحان، فاكيد مش هجيب تاني. مساء الضحك، غالبا هيسيبولي في البيت لو قلت ان هي باظت. وده المستوى الطبيعي بقى بتاع الامتحانات. انا قلت لك متوسط، وفي كام سؤال بيفرق حد عن حد. حتى انت المفروض اساسا بتبدا دلوقتي حل شوامل، تمام؟ فانت بتشوف السنين السابقه قد ايه ان هي حلوه، بس السنين السابقه ما بتقاش اللي انت اول ما شفتها تبقى حلوه. هي حلوه لان ده هري، لان انت هاضم الافكار بتاعت السنين السابقه في كل الكتب. يعني مثلا في امتحانك انت امتحان 26 هيجي لك افكار من شكل جديد، مش افكار جديده انت اول مره ما شفتهاش، لا هي على اللي ذاكرته بس هي بشكل جديد. يعني مره في سنه قبل كده من السنين، عارف المقاومه مش بتبقى خطوط كده كتيره؟ جاب لهم في امتحان 21 الخط طالع كده ونازل كده. الحل ايه ده؟ التوتر مليون. شكل مقاومه جديد يا اسطى عادي، بدل خطوط كتير طالعه نازله كده خلاها خط عامل كده بس. انا مش عارف بقى ساعتها الناس عملت قلبان والمقاومه اتغيرت، لا مش عارف حل، مش عارف. كنت قاعد في اللجنه افكر ايه ده الشكل ده اول مره اشوفه. عامة يعني فالحوار بيبقى كده. يعني الراجل ما اخترعش حاجة جديدة، هو بس وراك حاجة جديدة انت أول مرة تشوفها في الامتحان، انت عارفها بس انت ايه ده؟ ما هذا؟ هي نفس الفكرة، تمام؟ فالكتب بقى بتيجي السنة اللي بعدها بتحرق نفس الفكرة، فالفكرة بالنسبة لك بتبقى عادية. وانت بتحل الامتحان السنة اللي فاتت هتلاقيه امتحان سهل. امتحانك هيجي بحاجة جديدة فالكتب تحرقها السنة اللي بعدها، فاللي جاي يحل امتحانك بتاع السنة اللي قبلها هيقول ايه ده سهل، فيجي له أفكار جديدة. فاهم؟ هو كله حرق. تاني حاجه معانا في طريقه حل الامتحانات عموما، هقول لك ان انت تبدا الامتحان من الاول عادي. في مدرسين بقى هتقول لك ابدا بالاسئله المدرجتين، بس انا هقول لك ان دايما طبعا وانت بتحل السنين السابقه مش هتلاقي الاسئله متقسمه ده كان بدرجه وده كان بدرجتين وده كان بدرجه وده كان بدرجتين للاسف يعني. بس اسئله الدرجتين دايما بتبقى اسهل بالاسئله المدرجه. دي حاجه غريبه جدا، بس هو الراجل يعني كريم وبيخليك تضمن درجات اكتر، فدايما الاسئله المدرجتين بتبقى اسهل بكتير من الاسئله المدرجه. خد المعلومه ما تدورش ورايا، عايز دور عادي، بس دايما الاسئله المدرجتين بتبقى اسهل. فانت بقى يعني انا كمعاذ، دي رؤيتي الشخصيه مالهاش علاقه. في ناس بتقول لك ابدا بالسهل وسيب الصعب للاخر، انا كمعاذ بقول لك ابدا بالصعب. دي حاجه انا عندي ممكن اكون غلط فيها، بس انا بقول لك ان انت تبدا بالصعب. يعني ابدا بالامتحان من الاول عادي جدا يعني، عشان ايه؟ هي طاقتك كلها. بس الجمله دي لا تطبق على لو سؤال صعب انت ما تعرفوش. يعني انا بقول لك ابدا بالصعب اللي انت هتعرف تحله، بس وانت مثلا وانت ماشي في الامتحان من الاول قابلت سؤال صعب انت مش عارف تحله، خلاص نطه، ما تقفش فيه كتير، انت بتقف فيه دقيقه، تمام؟ جه معاك سكه كمل، ما جاش معاك سكه انقل للي بعده. ما تقفش في سؤال، ما تخليش اللي انت فجاه سؤال خد منك نص ساعه، لا ايه العبط ده؟ سؤال ما تعرفوش اركنه للاخر. وما تخليش سؤال عشان انت من بره شايفه اللي انت مش هتعرف تحله تفتكره انه صعب وتنطه. انت كده مثلا هتيجي في امتحان زي الاحياء، ايه ده السؤال ده صعب هسيبه للاخر، السؤال ده صعب هسيبه للاخر، السؤال ده صعب هسيبه هتسيب ال 46 سؤال في الاخر وتبدا تاني من الاول وجديد بقى.
فما تشغلش دماغك عليا. السؤال صعب مميت، خلاص مش جاي معاك سكه خالص، اقف فيه دقيقه فكر فيه. الفكره جت يا عم كان بها، ما جاتش سيبه للاخر. تمام. فانا بقول لك بقى في العموم اللي انت هتبدا من الاول من السؤال ابو درجه عادي، الا العربي. ابدا بالنحو، ابدا من النحو عشان ينجزك، عشان القراءه والنصوص بتاخد وقت كتير، عشان بس لو الوقت زنق معاك. يعني انا اصلا امتحان العربي الوحيد اللي خد مني حل بتاع ساعتين ونص، يا دوب النص ساعه رجعت على الاسئله اللي فيها شك بس وخلاص. غير كده انا ما حلتش في ساعه ونص. خرجت انا بقى لقيت عيال بتحلت في ساعه وساعه ونص والكلام ده. تمام يا رجاله مع نفسكم، بس انا كنت حل في العربي حليته في ساعتين ونص، جبت فيه 78 ونص. نصيحه بقى في الاخر عموما، لو انت بني ادم بتتوتر في امتحانات اخر السنه، يا ريت يا محترم تهدى كده، تصلي ركعتين. ولو انت مسيحي اهدى كده، واشرب كركديه. انا ما انصحش بقى ان انت تاخد ادويه والشغل الحمضان ده. اشرب كركديه يا اسطى، بيقلل الضغط. لو انت بقى ضغطك عالي ومتوتر والدنيا مميته، اشرب كركديه وابعد عن الادويه العبيطه اللي هو بقى هتلاقي عيال عامله لها دعايه عشان دعايه الادويه غاليه يعني. المهم والدنيا جميله، فاهمني. واهم حاجه تدرب على الشوامل، لان الشوامل دي هي اللي بتخليك تحل الامتحانات بسرعه. وهنا ده بقى سؤال الناس كانت بتساله كتير، وهي انت حليت كام شامل؟ احل في رينج كام؟ هقول لك ان انا حليت العربي في ساعتين ونص. تعرف ليه؟ انا حلل 7 شوامل عربي. 7. انا حلل رقم مضحك جدا. انت عارف بقى الفيزياء انا حليتها في ساعه ليه؟ انا حلل 35 شامل فيزياء. الكيمياء كنت حلل فيهم 20 شامل. الانجليزي انا حلل فيه كتير قوي الانجليزي، فما عدتش الصراحه، بغض النظر ان انا نقصت في الانجليزي 3 درجات. حليت سؤال القصه المقالي غلط، ده غباء مني عامه، اركن الحوار ده على جنب. الاحياء حليت فيه 20 شامل، بس كده كده دي احياء صباح الفل. فالمهم ان انا بقول لك ان اللي هيخلي ايدك بسرعه تحل بسرعه وتستوعب بسرعه هي كتر حل الشوامل. هتقعد بقى تقول لي ده وانا بادئ متاخر وانا مش عارف ايه، وانا ازاي احل شوامل وانا لسه ما خلصتش المنهج؟ عادي يا اسطى، بتفتح الشامل وتحله. انا مش عارف السؤال ده ملوش اجابه اساسا. يعني ايه احل شامل؟ تمسك القلم كده بايدك اليمين، ولو انت بتكتب بايدك الشمال بتمسكه بايدك الشمال وتفتح وتحل. شفت الدنيا سهله ازاي؟ بس يعني، وخصوصا على فكره ان انت عندك فتره من 1/6 لبدايه الامتحانات، فتره كبيره يعني. حتى الفتره دي المفروض تحل فيها شوامل او تبدا تراجع الحاجات اللي واقعه منك من المراجعه النهائيه. يعني انا واثق ان انت في المراجعه النهائيه ممكن تسقط حاجه اصلا كانت ساقطه منك في خلال السنه وانت بتلمها في المراجعه. فالحاجه دي المفروض تجيبها تاني في فتره من 1/6 ل 10/6 ل 15/6 لحد ما تبدا يعني الامتحانات اللي هي الامتحانات الغير مضافه وامتحان العربي والكلام ده. فكتر حل شوامل ابوس ايدك عشان تحل بسرعه، تعود ايدك على الكتابه وبس. يعني الدنيا سهله، ما تعملش ازمات وما تخشش تصيح لي في الخاص بالله عليك. اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.